حبايبي الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابا وماما، هنحكي حدوتة صغيرة قبل النوم. كان في بنت اسمها نور. نور كانت ذكية جدا وجميلة، بس كانت عندها مشكلة كبيرة. ما كانتش بتثق في نفسها أبدا. كانت دايما بتخاف تعبر عن رأيها، وتتردد دايما من تجربة أي حاجة جديدة، علشان كانت بتخاف دايما تفشل أو إن أي حد ينتقدها. كانت دايما بتراقب كل اللي حواليها وهي معجبة جدا، وكانت بتتمنى تبقى عندها الجراءة والشجاعة اللي عندهم. وفي مدرسة نور، كانت نور دايما بتقعد في الصفوف الأخيرة، علشان كانت بتتجنب إن هي تشارك في أي أنشطة أو إن هي تقول رأيها في أي ملاحظات. وكانت بتخاف إن إجاباتها تكون غلط أو إن صحابها يسخروا منها. حتى في اللعب مع صحابها كانت دايما بتتنازل عن رأيها، وبتوافق على أي حاجة هما بيقولوها أو أي قرار هما بيقرروه. المدرسة بتاعت نور لاحظت إن في حاجة غريبة، وكانت المدرسة جميلة جدا وحكيمة، وكانت بتهتم بكل طلابها وما بتهملش أي حد فيهم، ودايما تهتم إن هي تساعدهم عشان يكتشفوا قدراتهم. وفي يوم من الأيام طلبت المدرسة من كل طالب إن هو يختار موضوع يثير اهتمامه ويقدم عنه عرض قدام كل الصف. نور طبعا خافت جدا لما سمعت الطلب ده، وكانت فكرة إن هي تقف قدام الكل وإن هي تتكلم قدامهم دي فكرة مرعبة جدا بالنسبة لها. بدأت نور إن هي تفكر في أي موضوع مهم أو أي حاجة هي تكون واثقة إن هي تقدر تقدمها. نور طبعا قعدت تفكر كتير جدا في الموضوع اللي هي هتختاره، وما كانتش واثقة من أي حاجة هي بتعرف تجدها أو تهتم بيها بشكل كفاية عشان تقدمه قدام الجميع. وقعدت أيام وليالي تفكر وتشوف إيه الأفكار اللي ممكن توصلها، لكن للأسف ما وصلتش لأي حاجة. لاحظت المدرسة بتاعتها إن هي على طول قلقانة ومتوترة، وقربت منها، وبعد ما الحصة ما خلصت سألتها بلطف كده: مالك يا نور؟ شكلك عندك مشكلة أو صعوبة شوية في إنك تختاري موضوع العرض. نور كانت مترددة جدا إن هي تقول، وبعدين قالت بصوت واطي: أيوة يا ميس، أنا خايفة جدا إن أنا أقف قدام الكل وأتكلم. حاسة إن أنا مش هقدر أعمل كده خالص، مش هقدر أعمل كده. طبعا المدرسة ابتسمت وقالت لها بنبرة هادية: يا نور، الكل بيحس ببعض الخوف والقلق لو عملوا بالذات حاجة جديدة، لكن ده مش معناه إن إحنا ما نقدرش نعمله. لا طبعا إحنا نقدر نعمله، وبعدين إنتي بنت ذكية جدا وموهوبة، وأنا متأكدة إن إنتي عندك حاجات كتيرة جدا تقدري تقدميها. شجعت المدرسة نور على إن هي تفكر في حاجات جميلة وتستمتع وهي بتعملها. ونور افتكرت إن هي بتحب ترسم كتير جدا، وبتقضي ساعات طويلة في رسم المناظر الطبيعية والحيوانات الجميلة. اقترحت المدرسة عليها إن هي تقدم عرض عن أنواع الطيور الملونة اللي بتشوفها دايما في حديقة منزلها. وفي البداية نور كانت مترددة، لكن لما المدرسة شجعتها وحست إن هي تقدر تثق في نفسها وادتها أمل جامد جدا، بدأت نور إن هي تبحث عن معلومات عن الطيور وترسم صور جميلة ليها. قعدت وقت طويل جدا عشان تحضر. في البداية نور كانت مترددة، لكن تشجيع المدرسة ليها وإيمانها بقدراتها عطاها بعض الأمل. بدأت نور في إن هي تبحث عن معلومات عن الطيور ورسم صور ليها. قعدت وقت طويل جدا في التحضير، وكانت حاسة بالخوف، وكل مرة تتخيل نفسها واقفة قدام الصف تخاف شوية. وقبل يوم العرض نور ما قدرتش تنام من كتر ما هي ما كانت مترددة، لكن افتكرت كلمات المدرسة ليها وتشجيعها ليها وتشجيع أبوها وأمها كمان. قررت إن هي تبذل قصارى جهدها
وما تستسلمش أبدا للخوف. وفي اليوم اللي بعده وقفت نور قدام الصف، وكانت بتترعش شوية، وبدأت تتحدث بصوت واطي شوية في البداية، ولكن مع عرضها للرسومات الجميلة وشرحها الشيق عن أنواع الطيور بدأ صوتها يعلى أكتر ويبقى مليان ثقة ووضوح. وصحابها اتفاعلوا معاها جامد جدا وأعجبوا بجمال اللوحات، وكمان طرحوا عليها بعض الأسئلة اللي أظهرت اهتمامهم بكل اللي هي عرضته. ولما نور انتهت من العرض فرحت جامد جدا، وحست إن هي ما فرحتش كده قبل كده، وصحابها كانوا بيسقفوا لها جامد جدا. والمدرسة قربت منها وحضنتها وقالت لها: أحسنتي يا نور، العرض كان جميل جدا، انتي أظهرت لنا إن انتي موهوبة جدا وقادرة تعملي حاجات جميلة. في اليوم ده نور اتعلمت درس قيم جدا، وعرفت إن الخوف شعور طبيعي، بس ما ينفعش أبدا إن الخوف يمنعنا نجرب حاجات جميلة وجديدة ونكتشف قدراتنا. وبدأت تثق في نفسها من أول وجديد، وبدأت تشارك في كل الأنشطة المدرسية، وكانت بتعبر كمان عن رأيها بوضوح، وما كانتش بتخاف تاني خالص إن هي تفشل. نور بعد الموقف ده بدأت تلاحظ إن هي تقدر تقدم للعالم حاجات كتير، وبدأت تشارك في مسابقات الرسم وفازت بالكتير من الجوائز، وكمان أصبحت أكتر صداقة. واللوحات كانت بتتعرض في المعارض الكبيرة، وناس كتير كانوا بييجوا بيقبلوا عليها، وكان في إقبال كبير جدا لو كل واحد صدق نفسه وما استسلموش أبدا للخوف. وبكده اتحولت نور من بنت خجولة مترددة لبنت جميلة واثقة في نفسها وواثقة في موهبتها، وتركت بصمة جميلة جدا في العالم وملهمة للكتير. وقصتها دايما بتفكرنا بأن الثقة بالنفس بالممارسة والإيمان بقدراتنا وبتشجيع كل اللي حوالينا. ونور بقت مثال جميل جدا للشباب اللي بيعانوا من ضعف الثقة بالنفس، وكانت دايما بتشارك قصتها وتقول لهم إن هم يقدروا يحققوا أحلامهم. أتمنى القصة تكون عجبتكم، أشوفكم في قصة تانية. مع السلامة يا أصحابي.